في مباراة أسوأ ما فيها هي إصابة نجم الفريق الأوحد ونجم الفريق الألمع هو زيزو. ليه قلنا الأوحد سابقا والألمع حاليا؟ لأنه هو وسط نجوم كبار، وسط نجوم كتير، ولكن هو زيزو النجم الألمع. من وجهة نظري زيزو لا غنى عنه في أي مباراة ممكنة. ولكن طمنا طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد أسامة وقال إن إصابة زيزو بسيطة، وإن شاء الله هيلحق مباراة الأهلي يوم 8 مارس في نهائي كاس مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك وبوسليم الليبي، وإيه كل اللي حصل في المباراة من أداء اللعيبة، أداء الزمالك، أداء بوسليم. هنتكلم على كل ده، بس قبل ما نبتدي ندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب يكون معاهم ويعينهم يا رب، ويخلصوا من اللي هم فيه، نخلص من اللي احنا فيه، لأن هي مشكلتنا كلنا. يا رب تتحل يا رب في أقرب وقت، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في مباراة كان الزمالك فيها هو الأحسن، هو الأفضل، هو المسيطر على المباراة. الاستحواذ وصل لفترة من الفترات 84-16. انت متخيل؟ كان الزمالك واخد كل حاجة في المباراة. في شوطها الأول الزمالك كان مستواه جيد جدا، ولكن في الشوط الثاني مستواه جيد. بعد إصابة زيزو وخروج زيزو من المباراة في الشوط مع بداية الشوط الثاني ونزول شيكابالا، الزمالك قل شوية من وجهة نظري. حسيت مش هو ده الزمالك اللي كان قبل خروج زيزو. الزمالك الشوط الأول مسيطر، مستحوذ، بيروح هجمات وبيعمل خطورة كاملة في المباراة، وهو الأحسن زي ما قلت لحضراتكم. وبوسليم الليبي منكمش شيء ما، يعني هو بوسليم ما لعبش بالقوة اللي لعب بيها هنا في مصر، أو أداء الزمالك في مصر هنا في الماتش اللي كان في استاد برج العرب اللي كسبناه 1-0 بالعافية. ما كانش أداء الزمالك في مباراة أبو سليم هناك في الجزائر. هنشوف ده عيب من أبو سليم ولا الزمالك هو اللي بقى أقوى. زي ما قلت لحضراتكم الزمالك هو الأفضل، هو المسيطر في طول المباراة. الزمالك بقى شكله متغير مع جوميز. الزمالك شكله متغير مع جوميز. طب ازاي؟ وعن المباراة اللي فاتت طبعا، يعني كسبنا المباراة اللي فاتت على ملعبنا في استاد برج العرب 1-0 بالعافية عشان الزمالك كان ضعيف. لكن الزمالك مع جوميز من وجهة نظري أنا عمل أداء مختلف. هو لسه منقيمش المدرب، ولكن عمل أداء مختلف مع الزمالك. الزمالك الكورة ما بتقعدش مع ابو سليم، وكان ماتش الاسماعيلي كذلك ما بتقعدش مع فريق المنافس اللي بيلعب الزمالك كتير. الكوره انت بتاخدها بسرعه جدا جدا جدا. ادي واحد. اتنين، النقل بقى اسرع من الاول. عمرنا ما كنا بنشوف دونجا بياخد الكوره. كنت انا بقى واقف اتفرج على الماتش هناك يا اخي هناك، ومفيش الكلام ده خالص. دونجا بقى ياخد الكوره هناك على طول لزيزو ولا شيكابالا، ولو العكس الناحية التانية على طول لمصطفى شلبي، ويلعب لعب سريع والكورة من لمسة واحدة. حتى الجون بتاع الزمالك اللي جه على طول الكورة اتلعبت، دونجا استخلصها من المدافع كأنه لما كان هيشوط، وبعدها قفلت عليه لعمر جابر استلامة وتشيب على طول في منطقة الجزاء بطريقة عالمية من ريحة الفرجاني ساسي كده لناصر منسي اللي خلصها في الشباك. ادي تاني ميزة للزمالك، نقلاته بقت اسرع. ما كانش الزمالك بيلعب بالسرعة في النقل بالطريقة دي. خروج الزمالك بالكورة هو مش افضل حاجة، ولكن انت كنت بتواجه فريق ما كانش ضاغط عليك. يعني ابو سليم الليبي طول الشوط الاولاني انا ما شفتوش ضاغط عليك باربع خمس لعيبه لقدام مثلا وانت الكرة بتدافع بيها، لا ما شفتش كده خالص. فالخروج بالكرة كان يعني سلس بالنسبه لك. ولكن في مباراه زي ماتش الاسماعيلي خروج بالكرة كان صعب، ولكن احسن من قبل كده. فالزمالك بقى يخرج بالكرة كويس، وديت نقطه تحسب لجوميز، ولكن لسه زي ما قلت لحضراتكم ما خدش وقته كافي اللي احنا نقيمه. تمام؟ فهي ديت مميزات الزمالك مع جوميز، الثلاثه اللي قلت لحضراتكم عليهم: الاستخلاص السريع للكرة، نقل الكرة سريع، والخروج بالكرة اتحسن، واداء اللعيبه اتحسنت. عندي بقى حاجه صغيره كده،
جوميز ابتدى المباراه بحاجه غريبه، ما حطش ولا لاعب من الصفقات الجديده. انت كنت بتلعب بنفس اللعيبه اللي بقالك موسمين بتلعب بيهم، وما بتاخدش بيهم اي بطوله، وبتلعب حتى لما بتكسب بيهم مباراه بتكسبها باداء ماسخ. واللعيبه نزلت الشوط الاول بتلعب بروح، برجوله، بفن، يعني مستمتع. انا قاعد مستمتع بلعيبه الزمالك. هو نفس اللعيبه يا جماعه، نفس الناس. انت عندك ابتديت بعواد وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد ونيمار وعمر جابر بتلعبوا باك ليفت اللي لينا كلام عليه، ماشي، وبتلعب بدونجا ورؤى وزيزو ومصطفى شلبي واوباما وناصر منسي. انت نفس اللعيبه اللي بتلعب بيها بقالك موسمين، وعملت اداء كويس جدا جدا جدا. فعندي بقى هنا تعليق للعيبه ذات نفسها. طب ما انتوا نفس اللعيبه وما دخلكوش صفقات جديده ولا اي حاجه، كان فين اللعب ده؟ ما تقوليش مدرب، لان المدربين اللي كانوا موجودين قبل كده ما كانوش وحشين. يعني عندك كارلوس سوريو ده، كان كارلوس سوريو ما كانش وحش، ولكن انت مش منسجم تماما. تمام، اللعيبه تحس كانت بتجري في رجليها رمل، اللعيبه اتحررت. مش عارف هم عملوا الشكل، احنا خلاص بقينا بشكل جديد فخلاص نلعب بشكل جديد احنا كمان. يا ريت تفضلوا كده على طول. وطبعا مش التشكيل الانسب مثلا، ولا الطريقه الانسب اللي انت تلعب بيها قدام فريق زي الاهلي مثلا في نهائي كاس مصر القادم خالص. لا، لازم تدخل صفقات طبعا ديت انت جايبها عشان تلعبها، وتعمل برضو الفرق يبقى واضح اكتر من كده. ولكن هو ده التعقيب اللي كان ليا على لعيبه الزمالك. انتوا نفس التشكيله، نفس ال 11 لعيب، وبرضو ادائكم مختلف تماما تماما. بدأت تحسب لجوميز اللي هو تعامل نفسيا مع اللعيبه بشكل مختلف، او اللعيبه نفسيا هي تعاملت مع نفسها بشكل مختلف. انت كنت بتلعب ابو سليم وهو مش اقوى حاجه، يعني انت بتلعب ابو سليم فما تحسبش قوتك ولا تحسب للزمالك بقى واو، تبقى عندك مطمن كمشجع زملكاوي مليون في المية اللي الزمالك خلاص بقى تحفة على أداء أبو سليم خالص خالص خالص. لأن كان الفريق الأقوى من أبو سليم كان الإسماعيلي وما عملتش الأداء ده، ولكن الزمالك أحسن. يعني هو الزمالك حلو بس أداء أبو سليم ضعيف. أنت فاهم كده المعلومة؟ فما تحسبش قوة الزمالك على أداء أبو سليم. أبو سليم ما ضغطش عليك تماما. أبو سليم كانوا بياخدوا الكوره انت مش عارف هم هيعملوا ايه بعد، يعني هم مش انت اللي عارف، هم مش عارفين هيعملوا ايه بعدها. يعني هم بياخدوا الكوره، طب نروح هجمه مرتده، طب نباصي، طب نعمل نقلات، طب ناخد الاستحواذ، طب هم مش عارفين، هم متلخبطين الكوره معانا، فبالتالي بتتاخد منهم بسرعه رهيبه. دوت اللي كان مميز الزمالك في المباراه ديت والمباراه اللي قبل كده بتاعت الاسماعيلي. فاداء ابو سليم ما كانش اقوى حاجه، اداء ابو سليم ما كانوش منظمين، لا فريق متواضع جدا 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 مع احترامنا الكامل ليهم. نتكلم بقى على لعيبه الزمالك اللي ليا كلام عليهم من غير الكلام الاولاني. لعيب بشكل منفرد بقى، كل لعيب. عندك عمر جابر واداء عمر جابر لعب باك ليفت وعمل اداء عالمي عالمي. مش عشان عمل اسيست، نقول له اسيست كده زي ما قلت لحضراتكم من ريحه فرجاني ساسي، لمسه عالميه من عمر جابر نادرا جدا لما بنشوفها منه. ولكن اداء عمر جابر عالمي ليه؟ الدقيقه ال 68 تقريبا كوره مرتده للزمالك عن طريق عمر جابر ومصطفى شلبي. حلو، عمر جابر استخلص الكوره وصاها لمصطفى شلبي وجري في المساحه. مصطفى شلبي اداها لعمر جابر تاني، وعمل عرضيه الكره اللي لعبها بشماله وخبطت في المدافع وطلعت كورنر. بس الاخر دقيقه عمر جابر بيلعب يا جماعه، خد سبرنت عالمي عالمي، فبيلعب برجوله واداء عالي جدا جدا جدا. فشابوه يعني لعمر جابر، وعجبني اداؤه مميز وبقى مختلف. وزي ما زيزو قال لنا في اول السيزون خالص، قال لك هتشوفوا نسخه جديده من عمر جابر. لحد الان عمر جابر مستواه احسن من الموسم اللي فات، ولكن في الاحسن طبعا من وجهه نظري بقى الزمالك يلعب بنيمار وعمر جابر، يعني لو ما فيش فتوح في الباك ليفت في مباراه الاهلي، ولا نعمل حاجه تانية او كده. هو ده انسب حل، ان انت تلعب بعمر جابر باك ليفت وسيد نيمار باك رايت. وجود نيمار في الباك رايت بدل ما كنت تلاعب حمزه المسلوسي باك رايت، او كان عمر جابر باك رايت او كده، بيديك
لمسه هجوميه احسن، بيديك لمسه هجوميه احسن. يعني نيمار لما يبقى في مستواه كويس زي الموسم اللي فات مثلا واللي قبليه، مش زي الموسم ده خالص، هيديك لمسه اضافيه كويسه جدا، لان هو لاعب مهاري سريع وبيعرف يلعب مع اي حد بيلعب تحتيه. يعني لما كان زيزو هو اللي موجود بيعرف يبقى في تفاهم ما بينهم، نزل شيكابالا في تفاهم ما بينهم. فديت برضو نقطة تحسب لنيمار، اللي هو ابتدى يرجع مستواه واحدة واحدة. دونجا يا جماعة، دونجا عمل ماتش من أحلى الماتشات اللي عملها مع الزمالك من ساعة لما جه، من وجهة نظري. دونجا بيستخلص الكرة كويس جدا جدا جدا، بيلعب نقلات وتمريرات هنا وهناك والكلام ده بالمسطرة بالمسطرة. كان عالمي عالمي دونجا، أداؤه كان أكثر من رائع في المباراة. رؤى كويس، ولكن مش هو الافضل. يعني انا بالنسبه لي ثنائيه دونجا وشحاته افضل بكتير من ثنائيه رؤى ودونجا بكتير، مع احترامي الكامل لرؤى. حمزه المسلوسي لا غنى عنه ومفيش كلام يتقال عليه، راجل ابن من ابناء 100 عقب، عالمي ما شاء الله عليه. زيزو زي ما قلت لحضراتكم لا غنى عن زيزو اطلاقا اطلاقا. انت ما ينفعش تفرط في زيزو حتى مهما جبت نجوم، مهما عملت. زيزو يا جماعه نجم عالمي 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 ما شاء الله عليه. ناصر منسي، اول مباراه ناصر منسي مع جوميز، وهي المباراه اللي هيثبت فيها. هو خلاص عرفنا راس الحربه بتاع الزمالك الفتره القادمه من وجهه نظري ناصر منسي. مع احترامي الكامل بقى للجزيري، الجزيري بعيد قوي قوي عن مستواه. جت هجمه في الدقيقه ال 91، الجزيري معاه الكوره وجاي له موتيبا مش ومصطفى شلبي، وعمل حاجه ثالثه خالص. اداؤه يا جماعه بقى سيء جدا 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 وقليل جدا جدا جدا. فعرفنا مين المهاجم الفتره القادمه للزمالك، هو ناصر منسي. احسن بكتير بكتير الفتره ديت حاليا من الجزيري من وجهه نظري. مصطفى شلبي الشوط اول جيد لمصطفى شلبي، مقبول لمصطفى شلبي. شوط تاني جيد. مصطفى شلبي جات له هجمه جوه ال6 ياردة وداها في السماء باعجوبه باعجوبه. وهو مش يا جماعه ما عنده هو برجله واسع وبيعرف ياخد المدافعين في ظهره. يعني بيعرف الكره انا واقف واحد لواحد اروح وانت خلاص في ظهري، يعني اسرع منك اقوى منك، مش عارف هعمل العرضيه بشمالي حتى، واعرف كمان ارجع بيها تاني، يعرف يخش القلب الملعب تاني، بس ما بيوظفش ده صح. تحسه بيتوتر. يعني مثلا جه عدى اللاعب وعايز يعمل العرضيه، هو خلاص حافظ انا اعدي اللاعب واعمل العرضيه بشمالي. انت بتعمل ده وكويس جدا، بس بيبقى في اوقات حلول احسن. اللي انت عديت من اللاعب خلاص تخش وتقطم تكمل جوه منطقه الجزاء، تكمل تباصي اللي جاي من بره، تقوم مرقص واحد تاني وحاططها في البعيده. عندك حلول تانية، بس هو حافظ برضه لما ياخد اللاعب لبره خلاص. يعني مثلا اللاعب ما عرفش يعديه لجوه، خلاص يرجع بيه لبره تاني ماشي. ما بي... هو حافظ بيباصي، مش زي مثلا الجون اللي جابه قبل كده في بار 2. لا طب ما انت عندك ليه؟ بحسه بحسه روتيني قوي، ما بيحبش يجازف خالص خالص خالص. لا جازف شويه، اشتغل على الموضوع ده شويه، هتبقى في حته تانية قسما بالله. مستوى مصطفى شلبي هيبقى في حته تانية لو اشتغل على الكام نقطه دول. نتكلم على الصفقات الجديده. الصفقات الجديده عندك موتيبا، لو فضل كده هيبقى عالمي، هيبقى في حته تانية خالص. وعندك ياسر حمد مدافع تقيل، مدافع تقيل وقوي وعرف يخش في اجواء المباراه بسرعه ماشي. وعنده حميه كده اللي هو يلعب مع الزمالك، مش عشان انا اول ماتش ليا واحنا نازل كسبانين والكلام ده فخلاص، لا هو عنده حميه عايز يلعب ومقدم مستوى كويس جدا في الكام دقيقه اللي نزل لعبه. وموتيبا كذلك لو فضل كده. بوادر طيبه، لمسه احمد حمدي ممتازه، اداء ياسر حمد عالي، اداء موتيبا لو فضل كده واحسن من كده لا هيبقى في حته تانية خالص بقى. هيبقى خلاص بقى هو جاي. انا كنت خايف بقى انت بتتخدع في سامسون، ان هم اللعيبه اللي انت بتجيبها بقى ديت سامسون ابراهيم انداي الكلام ده، كنت خايف.
بس اداؤه مختلف تماما عن اللعيبه دول، ولو اتحسن اكتر من كده بقى اقوى بدنيا، لا هيبقى في حته تانية خالص زي ما قلت لحضراتكم. اداء اللعيبه بشكل عام، الصفقات الجديده بوادر طيبه جدا جدا جدا. عندك من عبد الله السعيد وناصر منسي اللي لعبوا ماتش الاسماعيلي. عبد الله السعيد جيد، ناصر منسي جيد جدا وما يقعدش، مع احترامي بقى لاي حد هيلعب في مركزه ما يقعدش. عندك احمد حمدي خامه طيبه جدا جدا جدا، واللعيبه مش متوتره، نازله حاسس اللي هي عايزه تقدم حاجه، مش زي الصفقات بتاعت الزمالك الموسم اللي فات. جو لما نزلت عمرو السيسي ومصطفى شلبي ومش عارف ايه، متوترين. والنقطه هنا ليه بقى؟ دول متوترين علشان كان الزمالك عمال يكسب وجايين على لعيبه نجوم، فكانوا بادئين متوترين وتحت ضغط جمهور ومش عارف وايه والكلام ده كله. دول جايين والزمالك واقع، فخلاص الزمالك واقع، احنا وقعنا خلاص، لكن احنا اللي هنعلي الزمالك، فمش محطوطين تحت الضغط ده اللي كان محطوط على زي عمرو السيسي ومصطفى شلبي وابراهيم نضاي والناس ديت اول لما جت. فيا رب نشوف نسخه من الزمالك بالصفقات ديت بالمدرب ده في حته تانية خالص في المباريات القادمه. المدرب جوميز كويس، اللعيبه كويسه، الزمالك هيبقى احسن ان شاء الله. والمباريات القادمه مش ما تحددهاش على المباراه ديت وادائك في المباراه ديت، انت لسه عندك مباريات جايه صعبه وتقيله. اول اختبار حقيقي لجوميز واللعيبه ديت هيكون ماتش الاهلي. كسبنا الاهلي او عملنا اداء حتى كويس قدام الاهلي والمباراه رايحه وجايه، يبقى انت نجحت في اللي انت تبتدي تعمل حخامه جديده من النادي الزمالك بعد السنتين اللي انت ضعت، السنتين اللي ضعت فيهم ديت. بس كده. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.